السلام عليكم. النهارده احنا سوا مع بعض هنتعرف وهنفهم ونتعلم عن مرض مفيش اي انسان على الارض ما سمعش عنه. مرض بيمس ملايين الناس كل سنة وبيغير حياة اسر بالكامل. مرض بيتم تشخيص اكتر من 2.3 مليون حالة جديدة منه كل سنة، وبيموت بسببه حوالي 670 ألف شخص سنويا. يعني تقريبا كل دقيقة بتموت ست أو بنت بسبب سرطان الثدي. أيوة، إحنا النهاردة هنتكلم عن سرطان الثدي. عارف إن الأرقام دي صعبة بس لازم نعرفها، وده لكذا سبب هنتكلم عنها مع بعض في باقي فيديوهات الحملة. بس يبقى السبب الرئيسي باهتمامنا بالتوعية تجاه سرطان الثدي هو إنه أكتر أنواع السرطان انتشارا في العالم، بيمثل حوالي 12% من جميع حالات السرطان، وكمان هو مسؤول عن 15% من وفيات السرطان بين النساء. دلوقتي محتاجين نعرف ايه هو سرطان الثدي، بريست كانسر. يعني ايه سرطان الثدي؟ سرطان الثدي هو ورم خبيث بينشأ من الخلايا الطلائية اللي بتبطن القنوات اللبنية أو الفصوص داخل نسيج الثدي. فهمت حاجة؟ أكيد لأ. تعال نمسك الجملة ونفهمها واحدة واحدة. أول حاجة هو قال ورم خبيث. طب يعني إيه ورم أصلا؟ الورم هو تجمع أو نمو غير طبيعي للخلايا في جزء معين من الجسم. الجسم الطبيعي بيجدد خلاياه طول الوقت. الخلايا القديمة بتموت والجديدة بتتكون مكانها، بس أوقات بيحصل خلل، فالخلايا تبدأ تنقسم بسرعة ومن غير تحكم، والجسم مش بيقدر يوقفها فتتجمع وتعمل كتلة أو ورم ممكن نحسها أو ممكن تظهر في الأشعة. ببساطة كده الخلية خرجت عن النظام، يعني ما بقتش تمشي زي ما الجسم مخطط ليها. والأورام عندنا نوعين، عندنا حميد وخبيث. الورم الحميد بيكون غير سرطاني، بيكبر ببطء ومش بينتشر في الجسم وبيفضل في مكانه، ولو اتشال بالجراحة غالبا ما بيرجعش تاني، زي الورم الدهني البسيط تحت الجلد. يعني زيادة طبيعية بس مش خطر على الحياة. أما الورم الخبيث فده اللي بيبقى عدواني، خلاياه بتتصرف بغرابة وبتنقسم بسرعة جدا وبتغزو الأنسجة اللي حواليها، وكمان ممكن تنتشر في أجزاء تانية من الجسم عن طريق الدم أو الجهاز الليمفاوي. يعني الخلايا بدل ما تخدم الجسم بتبدأ تهاجمه. كده نقدر نرجع للتعريف بتاعنا ونكون فهمنا يعني إيه ورم خبيث. دلوقتي عايزين نفهم باقي الجملة. بيقول لك كمان إنه بينشأ من الخلايا الطلائية المبطنة للقنوات اللبنية أو الفصوص. يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة الثدي فيه غدد صغيرة اسمها الفصوص، ودي المسؤولة عن إنتاج اللبن، نقدر نسميها المصنع. ومن الفصوص دي اللبن بيمشي في أنابيب رفيعة اسمها القنوات اللبنية، ودي زي مندوب الشحن اللي بيوصل لبن لحد الحلمة. عندنا بقى الجدار الداخلي للفصوص والقنوات، ده مبطن بخلايا اسمها الخلايا الطلائية، ودي عبارة عن طبقة منظمة جدا بتتحكم في نمو الخلايا وانقسامها علشان يبقى في توازن بين الخلايا القديمة والجديدة. لكن لو الخلايا دي اتلخبطت وبدأت تنقسم من غير تحكم بتتحول لورم، ولو الورم ده عدواني وانتشر ساعتها بنسميه سرطان الثدي. يبقى كده احنا فهمنا الجملة او التعريف بتاع سرطان الثدي اللي هو ورم خبيث بينشأ من الخلايا الطلائية اللي بتبطن القنوات اللبنية او الفصوص داخل نسيج الثدي. وبس كده، ده ببساطة كان أول جزء من رحلتنا في التوعية تجاه سرطان الثدي. لسه في فيديوهات تانية كتير تبع الحملة هنتعرف وهنتكلم عن أسباب المرض، تأثيره على حياة الشخص المصاب بيه والعلامات والأعراض بتاعته، وكمان إزاي نقدر نكتشفه بدري وننقذ حياة الشخص. وبس كده، شكرا جدا.